راح ينطلق السباق. اند ريسنج انطلق كأس ولي العهد لعام 2017 بمشاركة 16 من الجياد المستوردة ثيربريد. انطلاقة أمريكان أرتست هو اللي يتصدر السباق من البداية، بينما هنالك الملاحقة والمطاردة من قبل الجواد. هنالك المقدم انطلق من البوابة الأخيرة وتصدر السباق في أول 300 متر. أمريكان أرتست يأتي في المركز الثاني، بينما هنا تغيرت الأمور. أيضا هنالك لدينا الجواد، أيضا لدينا سيلفر سميث في المركز الثاني ذا جراي هورس، بينما المركز الثالث هنالك بيرمونسي بقيادة الفارس بيير كونفرتينو. أمريكان أرتست بمحاذاة السياج في المركز الرابع، وثم يأتي بريشر بوينت في المركز الخامس، وبوتنتيت في المركز السادس، وداون ميراج في المركز السابع، وبروبوز في المركز الثامن، وفيلد أوفيم مع فرانكي دي توري بطريقته الخاصة في الميل وربع الميل. إذا كأس ولي العهد يبدأ الآن، وتبدأ معه الإثارة والمنافسة، ولا زال المقدم هو اللي يتصدر السباق مع الفارس مارك مونيغان، وسيلفر سميث يأتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك أيضا لدينا الجواد بيرمونسي بشعار الأبيض. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، والمقدم لا زال هو اللي يتصدر السباق. وثم يأتي في المركز الثاني هنالك أمريكان أرتست مع هاري بنتلي، بينما من وسط الجياد فرانكي يبحث عن منفذ، وهنالك تشوبن المنشن الألماني. تشوبن انطلق الآن مع البرتو سانا، وأيضا من المسار الخارجي هنالك شوغان. فعلا أيها السيدات والسادة، هنا شوبن مع الإيطالي البرتو سانا، فعلا ثلاثية لألبرتو سانا. فعلا شوغان في المركز الثاني، سمين في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك بروبوز. فعلا المانشافت الألماني شوبن من ينتزع ويخطف كأس ولي العهد لعام 2017 بقيادة رائعة من الإيطالي البرتو سانا. عبد الله كويتي المركز الثاني جاء به فعلا شوغان، بينما المركز الثالث هنالك سمين، والمركز الرابع جاء به أيضا الجواد. لدينا بروبوز. فعلا بكل أريحية وسهولة شوبن من ينتزع ويخطف كأس ولي العهد لعام 2017. الفائز في الشوط الثاني مع الشوط الثالث مع الجياد العربية الأصيلة، وأيضا الشوط الرابع مع معشوقة الجماهير ماذاري، ويأتي وينتزع الشوط الخامس، الشوط الرئيسي مع الجواد شوغان في المركز الثاني، سمين في المركز الثالث. بينما the first is horse number 4 Chopin Alberto Sana. Second is number 16 Shogun Pat Smolin. Third is number 13 Samin Stephen Lajaj, and fourth is number 12 Propose Stevie Donohoy. هنا يصل الفائز تشوبن الجواد الألماني، المانشافت الألماني يصل هنا، وألف مبروك للمالك ماهر لطف الله على هذا الانتصار الجميل والرائع. ألف مبروك للمدرب عبد الله كويتي فعلا، وأيضا ألف مبروك للفارس البرتو سانا في تحقيق ثلاثية لهذا اليوم مع عبيان وأيضا مذاري، ويأتي وينتزع آخر أشواط الأمسية مع تشوبن. فعلا تشوبن هو بطل كأس ولي العهد لعام 2017. فعلا هنا التهاني تنهال لي أيضا لمالك الجواد والمدرب، فعلا وتأخذ الصورة التذكارية مع اسطبل عبد الله كويتي. ألف مبروك للفائزين، حظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. اللقاءات وخامس الأمسيات كانت على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة ولي العهد رعاه الله لمسافة 2000 متر. ذهب شوبن بقيادة رائعة مع أربتو سانا بثلاثية بقيادته، وأيضا نبارك لماهر إبراهيم لطف الله وهذا الجواد شوبن لعمره 7 سنوات، ونبارك أيضا عبد الله كويتي من خلال التضمير، وأربتو سانا من خلال
قيادته بقيادة جميلة، ويقدم هذا الكأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسي سباق الخيل، وبمعية أيضا سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد رعاهم الله. وألف ألف مبروك للفائزين، ونبارك لهذا المهرجان النجاح، وبإذن الله نلتقي معكم إن شاء الله في انتصارات قادمة وأيضا في المهرجان القادم. أشكر زملائي. أظن لك كلمة أيضا قبل محمد بالنسبة لانتصار شوبين.